السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عالم أمريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير يا ربي. قبل ما نبدا لا فيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخواتي، في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الرفيسه ديال الحرشه على حقها وطريقها مقومه خطوه بخطوه. اول حاجه درتها هي انني خديت الدجاج بنهار قبل اللي غسلته مزيان. فركت هاد جوج دجاجات مزيان بالطريقه المعتمده اللي ديجا وشاركتها معكم. الا رجعتوا الفيديوهات اللي قبل غتشوفوا الطريقه اللي تنغسل بها الدجاج. هنا من بعد ما غسلته ورقدته في ديك الخلطه ديال الحامض اللي مطحون بقشوره مع الملحه ومع الخل وخليته مرقد فيها حتى كيتحيد منه هذاك الشحمه ديالو، دوك الريوق ديالو كلشي كيتحيد صافي. وكنصفيه لدرجه انها حتى الكبده كتولي بيضه، انت الدجاج كيخرج بيض وكيخرج نقي. كيف لاحظتوا هنا راني تاقبه حتى الصدر ديالو هكا باش تدخل مع ديك البنه ديال الحامض وديال الملح. هنايا كنعتذر على بشاعه المنظر، ولكن هنا وريتكم غير باش تشوفوا شنو تيخرج منه. صافي هنا من بعد ما خليت الدجاج حتى نشف وتقطر غندوز باش غادا نتبلو. التتبيله ديال الرفيسه ديالنا ديال الحرشه هي هذه. عندي الخرقوم عرق، عندي سكينجبير، الابزار، الزعفران الحر، زعفران شعره، السمن الحار، الملح وزيت الزيتون. وهنايا ما تصورش المقطع ديال المساخن. صافي بالنسبه لهاد الخلطه كنخلطها هكا في واحد الاناء مع تقريبا واحد كاس ديال الماء، ونخلط هاد المكونات مع بعضهم. شرملت هكا الدجاج ديالي ليله قبل، خليته بات هكا في هاد الشرموله، كيجي رائع وكيجي لذيذ. جربوه وردوا عليا. فين ما تكونوا اختي غديري رفيسه ديري شرملي الدجاج بليله قبل وخليه وتفكريني. صافي اخواتي، هنا كيف قلت لكم هنا الدجاج راه بات في ليله كامله، جبدته دابا من الثلاجه وغندوز باش غادا نحزم ليه الرجيلات. هنا بغيت نقاسم معكم واحد الحاجه، هو بالنسبه لهاد الخيط اللي تنجيب ديال الخنشه ديال الطريق فاش كنفتحها. هاد الخويطات كنحتفظ بهم بصراحه، ما ترميهمش، ولكن راهم خطيرين هكا في كيحزموا لكم الرجيلات ديال الدجاج من داك الشيء الرفيع. حنا حيت بغيت الدجاج ديالي نحمرو، هادشي علاش بغيتو يبقى محتفظ على الشكل ديالو، ما يتشتتش ويبقى مجموع. صافي هنا اخواتي من بعد ما ربط دوك الدجاجات وغندوز باش قطعت البصله. اخواتي بالنسبه دابا تقولوا لي مكانش البصله الخضاريه، هاد الفيديو راني مصوراه فاش كانت البصله الخضاريه ويلا وصلت نوبته باش غنمونطيه. هنايا بالنسبه استعملت البصله العاديه والبصله الخضاريه والثومه. اختي الرفيسه راه ضروري، الرفيسه هي الثومه والبصله والسمن والزيت العود والمساخن، هادو هما الرفيسه لا نقاش فيها. صافي هنا هذيك التتبيله اللي بقات شرملت فيها ديك البصله وغادا نضيفها هكا للدجاج. هنا بالنسبه انا غنطيب عارف في البرمه، كتعرفوا الدجاج الرومي راه ما تيهش الطياب. صافي طيبته عارف في البرمه. هنايا غندير الدجاج ديالي تقلى، غادا نضيف شويه ديال الزيت العادي، وحد اصلا زيت الزيتون حنا شرملنا به الدجاج. بغيتو تضيفوا زيت الزيتون ضيفوه، الا بغيتو تستغناو على زيت المعده. هنا بالنسبه للعدس رقدته هكا واحد 3 سوايع قبل هكذا فاش نطيبو ما يطيرش ليه ديك القشره. هنا درت البيض ديال السمان هكا نديرو يتسلق، اللوز حتى هو كذلك يتسلق. وهنا راه ما صورتش معكم شي حوايج اللي يعني بلا ما نطول لا فيديو. هنا الدجاج ديالي كيتقلى، درت غادا نخلط الحرشه ديالي. عندي بالنسبه للحرشه عندي السميده ديال الكسكسو 2 كيلو ديال السميد. غادا نضيف شويه ديال الملح. حنا بالنسبه للسميد قسمتها على 2، يعني غندير 2 عجينات قسمتها على 2. غادا نضيف الملح وغادا نضيف زيت الزيتون. غادا نبسبس السميد ديالي مزيان حتى تبسبس ليا بداك الزيت، وندوز باش غادا نعجنها غير بالماء. وبالنسبه لهاد العجينه ديال السميده ديال الكسكسو راه هاد الرفيسه ديال الحرشه العجينه ديالها ما كتبغيش تدلي، كنحاولوا نجمعوها باش تبقى لينا ديك السميد هكاك مفرزه ما تجيناش معجنه. هادشي علاش ما كنحتاجوش ندلكوها، وغنعجنوها غير بالماء بارد، الماء ديال الروبيني العادي. وحتى لهنا اخواتي لو وصلتوا معايا ما تنسونيش من ديك اللايك، الله يسهل عليكم. راني غبرت شويه على عارفين دابا الصيف والوليدات جالسين، ما بقيتش تنسالي باش نمونطي هكا فيديوهات، تعطلت شويه على القناه. ما تنسونيش من ديك اللايك، وكذلك هكا اللي ما مشتركاش في القناه اختي مرحبا بك والف مرحبا. واللي بغات هكا تقولي شي حاجه تخليها في التعاليق، انا نجاوبكم كاملين.
ونتمنى هذا الفيديو حتى هو يكون خفيف ظريف عليكم. اخواتي هنا بالنسبه لواحد بغيت نشارك معكم واحد المعلومه بالنسبه للعجينه ديال المسمن، الرفيسه ديال المسمن اولا ديال الحرشه. اختي فاش تكوني تعجنيها هكا ضيفي هكا المساخن، ضيف واحد المعلقه ديال المساخن، راه كتعطي واحد لذه رائعه. سواء كنتي غديري العجينه ديال المسمن ضيفي معلقه ديال المساخن في العجينه. وكذلك هنا حتى بالنسبه للعجينه ديال الحرشه ضيف واحد المعلقه ديال المساخن، راه كتجي الرفيسه ديالكم لذيذه، واحد اللذه رائعه. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي كناخذ هكا لاطات ديال الفران اللي كندهنو بالزيت وكنرشهم بالسميد، وكذا كنقسم ديك الحرشه ديالي وكنقرصها. هنا بالنسبه لي انا درت هنا تقريبا 3 الحرشات في 2 كيلو ديال السميد. هنا ما ديوش على الشكل، ماشي ضروري غادي نقادوهم حيت حنا غادي ندقوها. هاد الرفيسه ديال الحرشه كتجي هكا مدقوقه. صافي اخواتي هنا من بعد ما دخلت الحرشه ديالي الفران دقيتها. انا المقطع اللي كنت ندق فيه ما لقيتوش، ما تحذف ليا. المهم فاش كندقها على هذا الشكل كتشدوها كتسرح واحد الزيف، راه ديجا مشاركه معكم الا رجعتوا الفيديوهات اللي قبل بالنسبه للاخوات اللي جداد. صافي هنا بالنسبه غندوز نسقيها تتفور مزيان، كنديروها تفور مزيان. هنا غادا نسقيها في البرمه حيت هي كتحتاج تسقى وتاخذ واحد الوقت وتخليها هكا حتى تشرب مزيان داك الروا. هنا صفيت حيت الدجاج درتو يتحمر. وبالنسبه للعدس، بالنسبه لهداك العدس والحلبه وداك الشيء صفيته باش هكا نديرو من الفوق. هنا ما تصورش فاش درت الحلبه، راه فاش رويت درت شويه الحلبه، ما تصورش المقطع. صافي اخواتي هنا بالنسبه للبيض قشرته، عندي هنا شويه تمر عمرته باللوز والكركاع، حمرت قليت داك شويه ديال اللوز. وهنايا هذه الرفيسه ديالي سقيتها في البرمه، خليتها حتى شربت على خاطرها ودزت باش غدا نسقيها. وانا تنسقي ضروري اختي ما ديروا هذه المرحله باش تجي الرفيسه ديالكم معلكه وتجي هكا يعني قابطه في بعضياتها، ما تجيناش الماء في جهه الحرشه في جهه. هنا ضروري اختي من زيت الزيتون. بالنسبه للرفيسه ديال الحرشه او الرفيسه الزياديه كتبغي ضروري اختي من زيت الزيتون يكون بكثره الا بغيتيها تجيك لذيذه وبنينه. غتقولوا لي زيت الزيتون غالي يا اختي. صافي هنايا من بعد ما سكيتها الدجاج ديالي بعد ما حمرته خرجته من الفران زينتها على هذا الشكل. كتجي هكا. وهذه هي الرفيسه ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. زينتها بالتمر وبالنسبه للحلبه طيبتها بوحدها، راني ما درتهاش في البرمه، لاحظتوا راه درتها في زليفات صغار وقدمتها على داك الشكل. كذلك لحت هكا الثومه ديال الكركوبات ديال الثومه اللي هما صاينين حتى هما راهم كيبانوا لكم مزينه بهم. الثومه الحلبه من الاحسن طيبوها بوحدها حيت كاين اللي ما تيبغيش ديك الحلبه الريحه تاع الحلبه، دائما تنطيبها بوحدها وكنقدمها هكا في زليفات. ونتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه.